خلال يوم واحد وتحديدا الأحد شهدت بلدات وادي خالد نزوحا كثيفا من بلدتي تل الفرح والصوان الواقعتين في محافظة حمص السورية، بحيث تجاوز عدد الوافدين الألفين، من بينهم عائلات لبنانية تقيم في سوريا. هؤلاء هربوا من أعمال العنف فاستقبلهم أهالي وادي خالد في منازلهم، إلا أن أوضاعهم الإنسانية صعبة جدا في ظل عدم توافر المساعدات الكافية للاجئين. الMTV جالت في القرى الحدودية حيث التقت محمد عبد المنفي، وهو مواطن لبناني مقيم في سوريا نزح الأحد إلى لبنان بعد وفاة ابنه برصاص الجيش السوري. امبارح انقتل ابني وهو عم يرعى بغنماته. كيف انقتل؟ عم يرعى بغنماته قوسوا الجيش. الجيش السوري النظام؟ ايه الجيش السوري لكن انا قوسته، الجيش السوري قوسه. جينا على الولد لقيناه ميت. ما كان مسلح، ما كان لا 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 تسليح ولا والله غير عصايته بيده هالطولها بلا معنى. راعي غنم بده يشيل الساحه معه. هي مأساة لحقت بعائلة محمد الذي يصف النزوح الجاري بالتهجير الكامل. ونزحنا كلياتنا باطفالنا بنسوان بعيان ما خلينا حدا وهربنا جاي. 2700 2800 شخص تهجير كامل، مو هو ضحكه لعبه. ما فينا نتحمل احنا الدوله، ما فينا على الدوله السوريه احنا، ما فينا إلها. يأسف محمد كون الحكومة اللبنانية لم تلتفت إلى معاناته بعيد وصوله إلى لبنان. لا ما حد التفت إلي، التفت إلي الله بس. الدولة اللبنانية لا شفتها ولا شافتني. الوضع سيء كثير جدا يعني، وبنتمنى من دولتنا ومن حكومتنا بأرضنا بتباشر بالجيش اللبناني على الحدود، لأنه القصف كل الساعات على بيوتنا صار لهون لعنا واصل، وكذا بيت انصاب يعني. وانتم صورتوا قبل هالمرة يمكن في بنت توفت تحت بحادثة. ما في دولتنا بيجوا بنطلب من الأمم المتحدة القوات الدولية على الحدود، لأنه يعني حدودنا كثير فالتة صارت. ما في أي يعني ما بنعرف أي ساعة بيفوتوا لعنا لهون. في هذه القرى الشمالية كما في باقي القرى الحدودية تستمر مأساة اللبنانيين واللاجئين السوريين، ويستمر معها الصمت الرسمي الموجع.